بهلول طلب 3 شغلات والاخيره هي الصدمه. بيوم من الايام اجى هارون العباسي للمقبره ولقى بهلول قاعد بنص القبور. شافه هارون واستغرب وقال له يا بهلول ايش وقت تعقل؟ ايش عندك هنا؟ عاشر الناس الاحياء بدل الاموات. رد بهلول بعلو صوته يا هارون يا مجنون ايش وقت انت تعقل؟ بعدين اشر على القبور وقال اني اتيت لاجالس قوما ان حضرت لم يؤذونني وان غبت لم يغتابونني. وبهلول قال له موعظة عظيمة، عمرتم القصور وخربتم القبور، يقصد انه اهتميتوا بالدنيا وعفتوا الاخرة. طبعا اعجب هارون بحكمة بهلول وقال له والله انك قد صدقت، عندك حاجة أقضيها لك؟ بهلول قال له إيه محتاج منك 3 شغلات. أولا تزيد عمري. هارون قال له ما أقدر. بهلول أريدك تحميني من ملك الموت. هارون قال له يا معود ترى ما أقدر. ثالثا تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. هارون قال له ايش فيك؟ هنا بهلول ابتسم وقال له اعلم إذا أنت مملوك ولست ملكا وما عندي شي يمك، في أمان الله. أنا القسخون أنشر قصص منوعة، لا تنسى اللايك والمتابعة.